السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. شلون صباح اخبارك؟ شلون امور الشيخ الذهب؟ حياك الله، يا أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. يا اخوي سعد الشمري. حياك الله يا سعد، يا أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. طبعا احنا والله نرفع القبعه عليك والبرنامج والكل كادر يشهد عليه الله. ربي يحفظك إن شاء الله. كان يعني احنا انظلمنا او شيء، بس نرفع لكم القبعه لان انتم يشهد الله ما قصرتوا. ربي يحفظك إن شاء الله. وبدليل احنا بكل مكان بكل شيء ندعيكم يشهد عليه الله. ربي يعني يحفظك يوفقكم ويحفظكم. ربي ولكن يحفظك. انا بس اريد انطيك معلومه يعني تواصلت لها خير شيء. اي. من احد يعني الشخصيات خلينا نقول بالدوله، ما اريد اذكر اسمه، قال خايفين من عندكم تريدون انتم اثر رجعي. لا ماك هذا الموضوع، لان احنا تحدثنا ويا لجنه الامن. لا لا مو لجنه الامن، هاي طيب سامي كلام موثوق خذي منه خيج تدرين بيه من اول شيء. فانا قلت لهم عمي يعني وصلونا اخر شيء تدري شنو قالوا؟ انتم درجات راح ينطوكم وعلى 250 ووافقنا، هاي اخر شيء ماشي. بس قالوا ويقولون انتم خاف تريدون اثر رجعي. قلت لهم عمي انا ابصم لهم بالعشره بان نريد بيوم اللي يشدون الامر المالي. فاحنا همات من عبر برنامجك ماشي، لان طلع همات الناطق الرسمي المتحدث الرسمي، يمكن سمعتي احد الاخوان قال لي كان متابع طبعا الحلقه. المتحدث الرسمي يقول اكو مشكله بيهم، اكو ضباط. احنا خيتي مو فحصنا على مود معلومه، احنا مو فحصنا من امر لواء الى المقاتل كلها مكتوب قدامهم مقاتلين. فاحنا كنا مقاتلين، احنا لا رايدين رتب لا رايدين الدنيا، رايدين بس سبوبه عيش العوائلنا وننطل عوائل الشهداء وعوائل الجرحى اللي يبيعون علينا وحقابه الله. هاي ايام محرم الحرام. عندي واحد مات عنده 7 بنات يشهد علي الله، 7 بنات ومرته مريضه وقاعد يجار. يعني صار 3 ايام اني يشهد على كل ما يخابروني، يعني ما اقول لك شيء يعني وصعب الرجال يبكي والله قاعد ابكي عليهم. تمام، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يسلمك. وصلت رسالتك. حياك الله يا سعد، اهلا وسهلا بك. يعني اليوم احنا راح نتحدث في موضوع حشد الدفاع. ايضا كانت هنالك اتصالات بالقائمين على وزارة الدفاع، وبالتالي مظلومية حشد الدفاع مظلومية يعني، ونحن في شهر المظلومية، شهر الحسين عليه السلام ومظلومية هذا الشهر. يعني احنا اليوم كان المفترض ان يضمنون ضمن الموازنة، وكثير من المتابعين للموضوع ضمن السادة النواب يعني مشكورة جهودهم بأن كان لهم وقفة لهم ضمن هذه الشريحة. والكتب مثل ما قلنا احنا، الكتب تراوح ما بين الوزارات، وزارة الدفاع وما بين وزارة المالية، وهذا اكو تخصيص وهذا ماكو تخصيص. طيب هذه الشريحة 9 سنوات بدون راتب، بدون راتب. يعني احنا وزارة الدفاع تقول لك أنا ما خصصوا لهم. احنا هم نريد نحكي على وزارة الدفاع لأن تقول لك أنا ما خصصوا لي. طيب احنا وزارة المالية 9 سنوات هم ما مستلمين راتب، وخدموا في ظروف يعني ما أنزل الله بها من سلطان، مرت على العراق، وكانوا هم يعني مع الجيش والقوات الأمنية قوة ساندة حقيقية يعني، ولبوا نداء المرجعية ونداء الوطن بأن هم يعني انخرطوا ضمن صفوف الجيش العراقي مع الجيش العراقي، وكانوا يعني لهم بصمة واضحة لتطهير كثير من المناطق اللي تعرضت لوطأة داعش. فبالتالي اليوم رسالتنا احنا يا وزارة الدفاع، ليش ما يتحركون القائمين على وزارة الدفاع؟ هذه شريحة مظلومة. احنا بس نسمع يعني ان اليوم تتعالى الاصوات لانصافهم، لكن ما نجد جدية حقيقية لانصافهم، مجرد اصوات اعلامية، مجرد يعني اسقاط فرض اعلامي لا اكثر ولا اقل. طيب احنا اليوم من انتم تلتزمون قضية يعني قضية ما لشريحة ما، هذه الشريحة خدمت لها قوة قتالية متدربة، يعني انتم تحتاجوها وقت اللي انتم احتاجيتوها كان لهم يعني البصمة، وقت ما احتاجيتوا لهم انتم يعني سرحتوهم. وبالتالي يعني 9 سنوات من عمرهم لا هم اللي يقدرون يعني يعملون، لان اغلبيتهم كبار بالسن صاروا. ثاني شغلة يعني اي دائرة هو وين هالوظائف؟ هو ماكو اصلا شغل بالعراق، ماكو اصلا. طيب حتى اليوم اذا يريدون هم يقدمون على الرعاية او غيرها من الامور، هم يعني من بالحاسبة يكون اسمهم هم منتسبين الى وزارة الدفاع، محسوبين على الدفاع.
الدفاع تقول انا ما يعني مو يمهم، وذولاك يقولون مو يمهم. طيب احنا اليوم رسالتنا الى لجنة الامن النيابية، اجتماعاتكم اللي كل ما انا اتصل يقولوا لي رئيس لجنة الامن والدفاع عنده اجتماع، ياسر اسكندر اجتماع، محمد الرميثي اجتماع، والبقية نفس الحالة، خلي يزعلون علينا. اليوم هذه الشريحة جدا مظلومة. يعني هاي اجتماعاتكم اللي انتم كل ما نتصل يقولون اجتماع، ما حققتوا ولو جزء واحد لهذه الشريحة، لو 1%. ما نريد احنا اكثر، حتى لو يعني دفعات تسووها وبالتالي انتم يعني تمشوهم، يعني مع وزارة المالية يتم الاتفاق على شكل دفعات، ما نقول احنا فرضا حتى لا يرهقون يعني ميزانية الدولة، دفعات سووا. اتصال. الو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ حياك الله، يا اهلا وسهلا. الله يخليك. انا طبعا اشترك على هذا البرنامج. ربي يحفظك ان شاء الله. الله يخليك. حج الدفاع، يعني حج الدفاع والله ما ادري هسه سوينا هسه لهاي الدوله. والله قبل شوي كنا نتحدث يعني هو انا سمعت يعني هسه هم احصونا اثنين، حولونا هسه صحوات والصغير حولوه للدفاع. يعني هسه يحيى رسول كل ما نلتقي فيه، كل ما يطلع بالتلفزيون يقول شكلنا بكم لجنه. ايش طلعت هاي اللجنه؟ يعني الى متى مثلا هاي اللجنه؟ والله ما اعرف شو اقول لك. يعني هسه هو طلع قال شكلنا بيهم لجنه. هسه انت غير عندك كتب رسميه، الصغير حولته على الدفاع ضمن النظام، الكبير حولته على الصحوات. هسه الصحوات صرفوا 500. زين، يقول مشكلتهم